السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج البروكرييت والتحديث الجديد بتاعه اللي لسه نازل من كام يوم، وايه الجديد فيه وايه التحسينات اللي اتحسنت. شرح مبسط كده على الخفيف. اول حاجة هنتكلم على البروكرييت الفيرجن بتاع 5.4.3. فاللي منكم لسه ما حدثش تفتح البروكرييت عادي جدا وهتدوس على كلمة بروكرييت اللي فوق على الشمال دي، هيجيب لك الصفحه دي فيها رقم الفيرجن بتاع البرنامج، تعرف منه ان انت اتحدث فعلا معاك ولا لا. اول حاجه هي مكتبه فرش جديده وكبيره جدا. اتعمل اعاده هيكله للفرش بالكامل وزادت 18 مجموعهم كلهم على بعضها 150 فرشه جديده اضافت للبروكريت الفيرجن الجديد بالتعاون مع كيلر تي ويبستر. ده راجل يعني فنان اسطوره كده، اتعاملوا معاه بحيث يطور لهم الفرش بتاعت البرنامج كلها، واتحسنت طبعا وزادت فرش جديدة عليها زي مثلا دي كده، زي مثلا دي مثلا، برضو فرش تانية هنا دي برضو جديدة. هنا نعمل هنا دي، خيالوا دي فرشة دي تعمل بيها مشاريع كتير دي، فدي برضو من الفرش الجديدة اللي اتضافت في البرنامج. طيب رقم 2 وهي البحث داخل المكتبة نفسها. يعني دي الفرش اللي عندي هنا، اقدر ان انا لو عملت ايه، لو نزلت كده بالقلم كده هيظهر لي سيرش فوق. لو انا دوست على السيرش هنا اقدر ابحث على البرش اللي انا عاوزها وهتظهر لي على طول بالشكل ده. لو انا مثلا جيت على اي فرشه من الفرش اللي هنا وعايز اغير اسمها، هدوس عليها دوسه مطوله وهدوس رينيم، اقدر ان انا اغير اسم البرش نفسها. يا جماعه ده ما كانش موجود، فدي اضافت حاجه رائعه. كمان اقدر ان انا اغير الاسم مش بس بكلام، انا اقدر اعمله كمان ايموجي. يعني لما اجي اعمل مثلا ايموجي معين وادوس ابلاي، البرش نفسها بقت باسم الايموجي ده، واقدر ان انا ابحث على الايموجي نفسه هيظهر لي البرش بالشكل ده. بحثت على الايموجي نفسه ظهر لي البرش اللي انا مسميها بالاسم ده. كمان بقى في حاجه اسمها البرش لايبراري. يعني انا عندي هنا البروكرييت لايبراري، انت مثلا لو جيت ضفت فرش جديده من اي ويب سايت هتظهر لك فوق هنا خالص كده، والبراشز الاساسيه بتبقى تحت. فالقائمه دي بتبقى كبيره جدا للي منكم بينزل فرش من بره وكده. ببساطه لو عملت ايديك كده دلوقتي بقى في اتنين، في كلاسيك لايبراري وفي البروكرييت لايبراري. فحته ان هو منظم اللايبراري بتاعه البراشز دي حاجه رائعه. كل دي انا منزلهم من على النت من مواقع اخرى، حاجات مثلا زي كده. اللي برضو عايز يستفسر او يعرف ازاي بنزل مثلا البراشز زي دي خارج البروكرييت، يبعت لي وانا هقول له على طول. وممكن حتى ابعت له لينكات او الحاجات اللي انا البراشز اللي انا منزلها له دي فور فري يعني. كمان تقدر ان انت تزود لايبراري من عندك، كرييت نيو لايبراري وباسم جديد تماما نيو مثلا، وتدوس ابلاي بقى عمل لك لايبراري جديده للبراشز، تقدر تضيف فيها حاجات تانية من الكلاسيك لايبراري والبروكرييت لايبراري، تاخد منهم براشز وتحطها في اللايبراري الجديده اللي انت عاملها. مثال لو انا مثلا هاخد دي، انا كده خدتها، هاخد معاها دي، هاخد معاها دي، كده انا خدتهم. اقدر ان انا ارجع وانا معايا هنا البراشز واخدها، اروح عند القائمه الجديده اللي انا لسه عاملها واسيبهم. وبالشكل دوت بقى التحكم في البراشز اللي انت بتستخدمها بس تحطها في مكان واحد بدل ما تقعد تدور عليها كل شويه. فده برضو شيء رائع ما كانش موجود، اتضاف في التحديث الجديد. كمان تقدر ان انت هنا تدوس على الاكشنز هنا وجيت على البريفرنس، هنا هتلاقي اوبشن جديد اتضاف وهي ستور براشز ان اي كلاود. ان تقدر تسيف دلوقتي البراشز عندك في الاي كلاود، علشان لما تيجي مثلا هتغير الجهاز لا قدر الله مثلا اتفرمت او اتمسح، البراشز اللي انت عامل لها سيت اب مثلا ما تروحش منك. فده برضو اوبشن كويس كان ما كانش موجود واتضاف في التحديث الجديد. كمان اتزود تحسينات في الاستوديو بتاع البراشز. يعني لو جينا مثلا نختار براش مثلا معينه من هنا وجينا ندوس عليها مرتين هيفتح لنا البراش ستوديو، ده اللي خاص بكل الايديتس للبراش دي نفسها، ان انت تعدل عليها، تزود السمك وما الى ذلك. كل ده اسمه البراش ستوديو. ده اتضاف فيه تحسينات كتيره جدا، منهم السبيسنج اللي هي دي اضافه جديده. كمان حاجة جديدة اتضافت في البراش ستوديو وهي البريفيو. شايفين الاشكال دي كلها؟ كل البراشات دي الشكل اللي ظهر قصادي دلوقتي دون اقدر دلوقتي اعدل عليه. يعني لو دوست كده دوست بريفيو، ده الشكل اللي ظاهر كان بره، اقدر ان انا اعدل فيه في الشكل نفسه بحيث اخليه كده مثلا ازوده شوية ولو دوست دان
فبقى دلوقتي بعرف اغير في البريفيو نفسه بتاع التباية بتاعه البرش. واللي بعد كده اتعمل تحسينات كبيره جدا في التايم لابس. اللي منكم ما يعرفش التايم لابس دي ميزه مهمتها ان هي تسجل كل خطوه انت بتقوم بيها وانت بترسم، علشان في الاخر يعمل لك زي فيديو سريع كده ممكن تستخدمه كمحتوى في السوشيال ميديا بعد كده. ايه هي مشكله التايم لابس كانت وايه اللي اتحسن فيها؟ لو جيت تفتح كانفاس صغيره مثلا 64 في 64 بيكسل مثلا، بتبقى صغيره جدا، ده اللي بيعملوا البيكسل ارت واللي بيشتغلوا البيكسل ارت مثلا، فبيبقى في تفاصيل كتير مثلا فيها، فالتايم لابس ساعتها ما بيشتغلش او اصلا ما فيش اوبشن ان انت تشغله في الحاجات الصغيره جدا جدا. ففي التحديث دلوقتي بقى التايم لابس بقى مدعوم حتى في الكانفاس الصغيره، ويستخرج لك الفيديو زيه زي الكانفاس الكبيره، دلوقتي ما بقاش فيه فرق. كمان في البراشز الايقونات اللي على الشمال هنا اللي جنب الاسم دي ايقونات اصلا موجوده في البروكرييت نفسها، هو اللي عاملها. دي بقى يمكن ان انت تغيرها دلوقتي، يعني لو دوسنا عليها دوسة وهنلاقي كاستمايز ايكون، دي لو وقفنا عليها هنا كده هي اللي مختاره دلوقتي الايكون دي، نقدر نغيرها باي ايكون تانية احنا عاوزينها، مش شرط الايقونه بتاعتها الاساسيه. فدي برضو اوبشن جديد اتضاف، تقدر انت تكستمايز زيادة عن اللي كانوا مديهولك قبل كده في التحديث الجديد. والأخير واللي هو تحديثات عامة خاصة بسرعة البرنامج، قفل وفتح مثلا الارتست نفسها، اختيار الألوان مثلا، ان انت تتحرك في الانيميشنز، كل ده بقى أسهل وأسرع. ودي كانت كل التحديثات الجديدة في برنامج البروكرييت. اللي منكم لسه بيفكر يشتري البرنامج، طبعا هو دلوقتي اتحسن بقى جامد جدا، البروسيس زي ما شفنا كده بقت سهلة الاستخدام، بقى أسرع من قبل كده. فأنا أنصح أي حد بيفكر يشتري برنامج للرسم هو البروكرييت رقم 1. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله تعالى. سلام عليكم.